رياض، اولا اسالك رياض، ليش اتحاد الكره ما اغتنم فرصه ولو الوقت موجود، فرصه تواجد المنتخب المصري بالكويت؟ علي، شوف، اكو قضيه مهمه، اكو حاجز. المنتخبات العالميه، المنتخبات اللي لها تاريخ ومستواها يعني مصنف ضمن المنتخبات الاي والبي، الحاجز انكسر الان باللعب مع المكسيك، باللعب مع الاكوادور، باللعب مع كوستاريكا، بالاضافه الى منتخب رابع من ضمن الاسماء اللي عددتها حضرتك. الان صار المجال واسع، صار الجانب العراقي من يفاوض الاتحادات الاخرى، يعني يفاوض بقوه، لان المنشأ الرياضي اللائق موجود، البيئه الرياضيه والاجتماعيه صالحه في البصره او في بغداد، بالاضافه الى يعني سعي الاتحاد بتامين اكثر من مباراه لتواجد يعني كادر تدريبي محترف، يعني يقوده المدرب كاساس اللي له اسمه في منطقه الشرق الاوسط وحتى على المستوى الاوروبي. بالتالي الان الجانب العراقي يتكلم بقوه، يعني نحسب على صدر الان، لان عوامل استقطاب اي منتخب عالمي متوفره الان. فاكو الكثير من في افكار اتحاد كره القدم مفاتحه منتخبات، الى غير المنتخب المصري منتخب عربي شقيق، يعني بمستواه الفني يصنف من ضمن المنتخبات الكبيره. زين. اكو منتخب ايضا افريقي كمفاتحته، استاذ رياض، منتخب مثل ما تفضلت حضرتك منتخب اوروبي. بس نعم. مداخله يعني انا اعتقد حتى لو نعم. الاتحاد طلب دعم حكومه، اعتقد الحكومه متوجهه انه دعمت تنظيم بطوله الخليج، وذا 33 مليون دولار يعني ما اعتقد انه وزير الشباب والرياضه مثل ما سمعنا انه رجل يعني نشط وداعم للرياضه العراقيه. اعتقد حتى لو انطلب منه، حتى لو المنتخبات هذه طلبت مردود مالي الحكومه ممكن توفره. يعني احنا بلد مو فقير، بلد غني والوفره موجوده. ممكن انتم حتى طلب لوزاره الشباب، طلب لرئاسه المجلس. اذا انتبهت على كلامي، انا ايش قلت لك؟ قلت لك عوامل النجاح بالتفاوض اكتملت الان. كادر تدريبي على مستوى عالي، على المستوى الاسيوي والاوروبي. منشأ رياضي اذا كان في بغداد ملعب المدينه، ملعب الزوراء، وحتى ملعب الشعب. اذا في البصره ملعب البصره. البيئه الامنيه، البيئه الاجتماعيه، الوضع السياسي بالعراق استقر، تشكيل حكومه ومستقر الوضع السياسي، بالاضافه الى السعي الحثيث لاتحاد كره القدم اللي تربط يعني السيد رئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال علاقات طيبه وجيده مع رؤساء الاتحادات يعني على المستوى الاسيوي والافريقي وحتى على المستوى الاوروبي. طيب رياض، شوف ايضا ما جاوبتني ابو صقر، بس حتى لا تفوتني المعلومه ابو صقر. رياض، فضل. ليش ما تمت مفاتحه الاتحاد المصري؟ يعني هاي قضيه تخص يعني مكتب التنفيذ اتحاد كره القدم، بس هو مقترح مثل ما تفضلت به حضرتك، اقترح الجمهور وانت ايدته. بالتاكيد كابتن عدنان درجال يعني على بعد دقائق من الوصول الى الفندق، وراح يصير التواصل وياه ان شاء الله. اي اطرحها رياض. هسه احنا نقلنا وجهه نظر الجمهور وفكرتهم وايدناها وفعلناها. انت موجود اليوم ويانا، بعد قليل الكابتن عدنان يمك، طرح له قول له هذا اللي طرح، ما اعرف تأيده. والله انا شخصيا اشجع هذا الراي امانه. اتمنى كل فكره ايجابيه، كل مقترح ايجابي يتم طرحه مثل ما تتكلم حضرتك، حتى من الجمهور. يعني كثير من الجماهير العراقيه تحياتي وتقدير لهم، يعني جمهورنا مثقف وواعي، يدزوا لي حتى على التليفون الخاص